جماهير برشلونة مبسوطة لانه حفيظ الدراجي طلع وقال مستر بلانتي على كيليان امبابي. طيب تعالوا اعطيكم هالمعلومة راح تزعل كل جمهور برشلونة. انت بتعرف انه ليونيل ميسي بعام 2012 سجل 18 ركلة جزاء؟ لا خذ الصدمة، ضيع 3، يعني مسدد 21 ركلة جزاء. متخيل الرقم؟ انت بتعرف الرقم هذا ما في لاعب في التاريخ راح يجيبه، ولا في لاعب راح يجي يكسر رقم ميسي 18 ركلة جزاء بموسم واحد. اذا مين هو مستر بلانتي لما تكون اكثر لاعب في التاريخ مسجل بموسم ركلات جزاء؟ اذا انت مستر بلانتي. وحتى كاس العالم والكل بيعرف 4 ركلات جزاء ب7 مباريات غير اللي ضيعهم. فيا حبيبي منك إله، انت اللي قاعد بتقول حفيظ الدراجي ما غلط، روح شوف بالاول انت وناديك وتاريخك، بعدين تعال سولف يا اخي الله يرضى عليك. كيليان امبابي هي موسمه الثاني مع ريال مدريد لحد الان ما سدد 18 ركله جزاء، شو بتسولفوا؟ طيب تعالوا اعطيكم الاقوى، بالموسم الماضي بدون ركلات الجزاء برضه كيليان امبابي ضل متصدر هدافين الدوري الاسباني. ليش؟ الموسم الماضي كيليان امبابي سجل 43 هدف 7 ركلات جزاء، ليفاندوفسكي سجل 41 هدف سجل 6 ركلات جزاء وضيع 2. فالله يرضى عليكم لا تضلوا تهبدوا، بس انتوا بدكم تشوفوا شغله وتضلوا تسولفوا، فخفوا على حالكم الله يرضى عليكم، خفوا على حالكم. وفي النهايه وكالعاده هلا مدريد.